يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شوف الجمال، انظر إلى آخر الحديث: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لماذا لا تسارع بالتوبة إلى الله؟ لماذا لا تندم على ذنوبك؟ أليس لك ذنوب؟ والله إن كانت للذنوب رائحة ما جالسنا أحد من الناس، لكن باب التوبة مفتوح. فسارع بالتوبة إلى الله، واجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الذي غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية: إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أنت بس بتستغفر كم مرة في اليوم؟ استغفر ربك وكن على حسن الظن بالله عز وجل أنه سيغفر لك ذنوبك كلها، لا تشرك بالله شيئا.